الفطاير الشامية موجودة في السعودية من أكتر من 50 سنة، وأنا النهاردة أعرفك على أشهر 3 أماكن بيقدموها. أول مكان هو أصالة البرج، واللي موجود في السلمانية من سنة 89، واللي يقال إن الملك فهد كان بياكل منه. تاني مكان سحائب طيبة، واللي بدأ سنة 2001، واللي على الرغم إن في مطاعم كتير أقدم منه إلا إنه أخذ مكانة كبيرة في قلوب الشعب السعودي. وتالت مكان بوفيه أبو جمعة، واللي موجودة من سنة 82، واللي لحد الآن محافظة على الشغل اليدوي التقليدي بتاع زمان، واللي يعتبر أشهر مكان بيقدم فطاير شامية في الرياض. أنا بدأت بأصالة البرج، واللي طلبت منهم أشهر 5 فطاير في المكان: سبانخ ولحم دبس رمان ولبنة زعتر وعكاوي وفطيرة زعتر. سعر الفطيرة 5 ريال. العجينة كانت كويسة وهشة، والحشو محترم جدا، وبصراحة أنا ما حبيتش فطيرة الزعتر، الباقي كله كان جامد، وأكتر حاجة عجبتني العكاوي حلوة جدا. وتاني مكان معانا سحائب طيبة، تقريبا طلبت من عندهم نفس الفطاير، زودت جبنة حلوم وفطيرة لحمة بالليل. وبصراحة أنا حبيت السبانخ عندهم أكتر بسبب حلاوة دبس الرمان، واللحمة بالليل كانت لذيذة بس كانت دسمة قوي، والجبنة الحلوم كانت حلوة قوي، هي شبه العكاوي بس أقل ملوحة. أما العكاوي بقى دي أفضل فطيرة عكاوي في الرياض كلها. وتالت مكان معانا بوفيه ابو جمعه، واللي زي ما بيقولوا عندنا في مصر بابا المجال واقدم واحد في المجال، واللي سالناه ليه الشغل عنده يدوي مع ان معظم الناس شغاله دلوقتي بالمكن. بزيد عامل ولا بزيد مكنه، يعني انا بجيب عامل زياده ولا بجيب مكنه نفرد فيها العجين. ليش؟ مشان تاكل لقمه عمرها 120 سنه كنا نشتغلها بنفس الطريقه. مبدئيا الميه في المكان سبيل على روح الحاج ابو جمعه، والشاي مجانا، وانا برضو طلبت نفس الفطاير بس زودت عليهم محمر الكشكوال. الاكل كان حلو جدا بس بيختلف عن غيره في انه حرش وتحس بطعم البهارات في الاكل. واللي كان غريب بالنسبه لي ورجعت سالته عنه، ازاي بيبيع بريال وربع و3 ريال وبتديني منتج عالي زيك زي غيرك؟ طبعا هلا نحن شو عم نستخدم كواليتي عالي وعم نربح منه. هذا الشيء بيرجع لمعلميتنا نحن الورثانينا العمره المصلحه بيدنا 120 سنه، بنعرف شلون نستخدم الكواليتي العالي ونربح منه هامش ربح بسيط، تمام، ونقدم خدمه واكله طيبه للعالم.